بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله حبايبي جايه لكم النهارده بوصفه في 60 جنيه هتعملي منها اكل مطاعم بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا ومش مكلفه خالص خالص، وكل معظمها كلها حاجات من البيت. كل اللي اشتريناه اللي هي الاجنحه، كيلو اجنحه ب 60 جنيه. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف وصفتنا كده، وهعمل لكم ب 60 جنيه ديت وصفات تانية كتير كتير ما تخطرش على البال ان شاء الله. بس تابعوني كده ان شاء الله، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتفعيل الجرس. انا بجيب كيلو اجنحه، بس هي معلش انا كنت نسيت اطلعها، ما كنت مش عارفه اعمل ايه. كلنا بنفكر نعمل اكل ايه، فقمت طلعتها وقلت مش مشكله هعملها بطريقه تنجز على طول، وفي نفس الوقت نطلع منها اكله واتنين وتلاته باذن الله. نسمي الله كده ونصلي على رسول الله. بجيب الاجنحه بغسلها كويس، برش عليها معلقتين دقيق كده ومعلقه ملح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ورشه فلفل اسود وجنزبيل وكركم، وافركهم مع بعض كده، وعصره ليمونه، وافركها كويس واشطفها واسيبها تتصفى. يا تشيليها في الفريزر يا تستخدميها على طول. انا هنا بقى شلتها في الفريزر ونسيت اطلعها واستخدمها على طول. جبت معلقه زبده او معلقه قشطه من وش اللبن، او اي ماده دهنيه انت بتستخدميها وتستعمليها، هاتيها. حطيتها مع معلقتين زيت في الحله كده، وهسيبها تفك شويه تسيح او تسخن. وعبال ما اقول لكم البهارات اللي معايا ملح، معايا فلفل اسود، معايا جنزبيل، معايا كركم، معايا كاري، معايا قرفه، معايا روزميري، مسمار اللي هو القرنفل، معايا زعتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحاجات دي للشوربه بتدي طعم حلو جدا جدا. في حاجه مش موجوده مش متاحه معايا عندك، عادي خالص مش مشكله، اعملي الشوربه زي ما بتعمليها عادي خالص. ووش اللبن ده حبيبي عندنا كلنا في بيوتنا، كلنا بنشتري لبن. هنا لسه الفراخ مجمده، شطفتها شطفه كده، وحطيتها بقى وسبتها تتصفى برضو شويه، وحطيتها في الماده الدهنيه دي، غطيتها فكت. حطيت عليها بصلايه وجزرايه صغيره وقرن فلفل، وهسيبها اقلبها كده تتشوح خالص لحد ما تشرب الماده السائله اللي نزلتها دي، وتطلع الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها لها، عشان الفراخ احنا عارفين ان هي ما فيهاش ماده دهنيه. وهسيبها بقى تتسلق. انا كنت بقى زودتها ميه مغليه، وهسيبها تتسلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهعمل الرز وهي بتتسلق كده، هي كانت خلاص اتسلقت، دخلت على يعني لما قربت خلاص تستوي بدأت اعمل في الرز. حطيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بصلايه صغيره كده، وبهارات. تجيبي بقى بهارات كبسه، تحطي بهارات من عندك من البيت زي ما انا بحط كده، فلفل اسود وقرفه وكركم وكاري وبودره ثوم وبودره بصل وزعتر وبردقوش والحاجات دي كلها. اي بهارات عندك حطيها، وورق لوري ما تنسيش تحطيه في الشوربه. هنحضر بقى الخليط اللي هي بتاع الاجنحه اللي احنا هنعمله بيها، نخليها مقرمشه جدا جدا ومن غير بيض ومن غير لبن. معايا كوبايه ونص نشا، ومعايا كوبايه ونص دقيق. انا كنت رحت جبت كوبايه نص كوبايه نشا تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني الثلاث كوبايات دول، كوبايه ونص نشا وكوبايه ونص دقيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دولك هيكفوا الخليط بتاع كيلو الاجنحه بالظبط. البهارات بقى اللي هبهر بيها الخلطه دي ايه؟ معايا ملح، ومعايا فلفل اسود، وبودرة ثوم وبودرة بصل وكاري وكركم وزعتر وبردقوش وسماق، ربع معلقه سماق، وبابريكا، معلقه كبيره بابريكا، ونص معلقه كبيره من الفلفل الاسود او فلفل ابيض، او الاثنين لو موجودين حطي ربع وربع. ومعايا كيس مرقه فوريه. المرقه الفوريه دي هتديكي طعم الجاهزه بالظبط بالظبط. بسم الله ما شاء الله. مع معلقه خل هنحطها في السائل اللي احنا هنستخدمه. هنا هقسمها نصين، بس هخلي نص اكبر من نص، النص القليل هاخده اعمل بيه الخليط السائل. والفراخ اهيت بعد ما اتسلقت معايا وبردت معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان عندي معلقتين زبادي لبن رايب في التلاجة، فدوبتهم كده في المعلقه. ما فيش لبن رايب، ما تحطيش عادي مش مشكله، وما كانوش موجودين ما كنتش هستخدمها. ومعايا كوبايه ميه، كوبايه وربع ميه كده، بس هخلي احط كوبايه الاول، وبعد كده اذا احتجت للربع هحطه. كل واحد على حسب الدقيق والنشا اللي عنده اللي عندك بيستقبل ماده سائله قد ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. او جيبي اي بهارات فراخ، بهارات اي بهارات عندك حطيها، بس ما تنسيش الفلفل الاسود والجنزبيل والكركم تحطيهم معاها.
هنا بقى حطيت معلقه خل برضو، حطيت معلقه الميه، انا مش احنا حاطين ملح وحاطين كل حاجه، مش هنحط حاجه في الميه دي في السائل ده. بدقي كده محتاج ميه ولا محتاج ملح ولا محتاج دقيق تاني. لو طلع حادق، بس هو مش هيطلع حادق. نص معلقه ملح على كميه الدقيق دي كلها مع كيس المرقه الفوريه، كويس جدا جدا، حلو خالص، ومديني ملوحه حلوه قوي قوي. حتى لو طلع باسل ممكن ترشي عليها بعد ما تستوي رشه ملح عادي، لكن ما يطلع حادق ممكن، هو ممكن نعالجه بس هياخد مننا لون بسرعه. ممكن نزود رشه سكر بس هتاخد منك لون بسرعه في الزيت. ولازم تحطي النشا قد دقيق عشان تديكي قرمشه حلوه، وما تخليكيش ما تشربش زيت، وما تشربش معاكي زيت، وتقعد معاكي مده طويله مقرمشه. طب انا ما حطيتش بيض ليه؟ انا ما حطيتش بيض علشان البيض لما الحاجه بتتحمر وتقعد معاكي شويه كده فتره، بتبصي تلاقيها بدات تستطرى، القرمشه بتاعتها راحت، يعني ما عادتش مقرمشه. الكريسبي دوت في البيض بيطر الحاجات الناشفه لما بتتعرض للهواء. طب ما احنا نغطيها، ما انت هتغطيها سخنه ما هتعرق هتطرى، ما ينفعش طبعا. طيب انا هنا بقى بحط في الماده السائله دي في الخليط السائل، واشيله احطه في الدقيق، وارجع احطه في الخليط السائل، وارجع احطه في الدقيق، زي ما بنتعامل مع البانيه بالظبط. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ومش هتشرب معاكي زيت، والزيت مش معاكي مش هيتوسخ عشان النشا معانا كتير. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني الزيت مش هيتحرق معاكي. انا في بقى تقولي ده بنحطه في الدقيق وبنحطه في الزيت على طول، الزيت الدقيق هيقع فيه والدقيق هيتحرق بسرعه. هتضطري ترجعي تصفي الزيت تاني، علشان احنا بنعمل حاجه في البيت، عايزينها حاجه صحيه. هنقلي الفراخ في زيت محروق او فيه دقيق محروق؟ لا، فسيبيه شويه كده القطعه تتشرب حبه الدقيق، حتى هتديكي فرصه ان هي تبقى معاكي مقرمشه اكتر، ومده القرمشه بتاعتها هتقعد معاكي مده طويله اطول. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ادي 60 جنيه عملنا منها شوربه، والشوربه ممكن نعمل عليها ملوخيه، ممكن نعمل عليها حبة مكرونة ويتغمسوا بالشوربة مع طبق سلطة مع بطاطساية محمرة. حتى الشيبسي عاملينه برضو في البيت. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بس تشجعوني كده بالتفاعل باللايك والاشتراك عفوا. وان شاء الله يعني تفتحوا نفسي اني اقدم لكم كل حاجة عندي، ان شاء الله تاكلوها زي ما بتاكلوها بره واحسن كمان، بل انضف. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الزيت معانا لا اتحرق، لا في حاجه محروقه ولا في حاجه دي وقع فيه كتير ولا حاجه، وزي ما هو ما خسش كتير، حوالي معلقتين بس اللي خد اللي شربتهم الفراخ. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. المفروض بنطلع نحط على شبكه عشان ما تطرش برضو معانا، ما عنديش شبكه، رحت حاطه المعالق والشوك كده رصاهم عليها، والحته اللي تطلع بحطها عليها. ما شاء الله ما شاء الله. انا مش عارفه بقى بعد المونتاج القرمشه دي هتطلع ولا لا. مقرمشه جدا وجميله جدا، وقعدت فتره طويله والله العظيم وهي مقرمشه. يعني عبال ما خلصت بقى شويه حاجات كده واتجمعنا كلنا عشان نتغدى، بسم الله ما شاء الله تنتها مقرمشه اكنها لسه، يعني احنا كنا دلوقتي هنتغدى ومقرمشه، هتسمعوا صوت القرمشه. يا رب يطلع بس بعد التسجيل ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومستويه وضامنينها ان هي مستويه وجميله جدا. يلا حبايبي، ان شاء الله هعمل لكم في سلسله جميله جدا من اجنحه الفراخ دي. وشوفوا بقى كل واحد عنده بيشتريها بكام، في بيشتريها ب60، في بيشتريها ب70، في ب50، كل واحد على حسب المنطقه والمكان اللي هو فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هعمل لكم وصفات منها ما تخطرش على البال خالص خالص، مش هتصدقوا ان هي دي من اجنحه الفراخ وطعمها بيبقى رهيب جدا جدا جدا. عفوا، انا هنا بقول لكم ادي خدنا شوربه ولسه في شوربه تاني، ده كانت نص الحله شوربه عملنا منها الرز، ومعانا شوربه هي نعمل عليها ملوخيه، نعمل عليها اي طبيخ تاني، نعمل عليها محشي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وعملنا بطاطس شيبسي في البيت، وعملنا كاتشب برضو من البيت من غير طماطم. بسم الله ما شاء الله، عملنا سلطه الطحينه. اي حاجه موجوده متاحه ليكي، يجعل عندكم الخير كله متوفر متاح يا رب. وزي ما بقول لكم ان شاء الله انتظروا السلسله فيها وصفات تانية كتير كتير وجميله جميله. انا لما عملتها بقيتش مصدقه ان هي بالجمال والحلاوه دي. بسم الله ما شاء الله، من اجنحه الفراخ طلعت منها معجزات. بسم الله ما شاء الله، بفضل الله وبركه ربنا، باذن الله ب60 جنيه هتاكلي بيتك كله احلى الوجبات واحلى الوصفات
ب60 جنيه بس، ومن أجنحة الفراخ. انتظروا فيديوهات تانية كتير كتير إن شاء الله. بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات وتعليقاتكم، وتصلوا على النبي كده في الكومنتات إن شاء الله. وانتظروني إن شاء الله في فيديو جديد. وشايفين الرز مفرفر وجميل جميل، طعمه جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عايزين كل وصفة من دولك بالتفصيل أنا تحت أمركم. أنا بحاول أختصر وأقصر علشان خاطر تسمعوا الفيديو وتحطوا لايك والقناة تنتشر، وكلنا محتاجين الوصفات الاقتصادية ديت أو قليلة التكلفة دي، كلنا محتاجينها في الظروف الصعبة دي وارتفاع الأسعار دوت. بسم الله ما شاء الله. اسمعيني وشوفوا فيديوهاتي، وإن شاء الله مش هتتحرموا من أي أكل أبدا أبدا. وربنا بقى مع اللي ملهمش دخول خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وربنا يبارك لكم ويبارك لنا ويوسع رزقكم ورزقنا ورزق كل من كان يا رب. واللي يا حبايبي اللي تعرف حد مش قادر ولا حاجة تحاول تساعده بأقل ما تقدر يعني. السلام عليكم.